السلام عليكم خوتي متابعي قناة دي زد نيوز على اليوتيوب. إذا كما تشاهدون جبنا لكم خبر حصري حول رحيل جمال بلماضي عن المنتخب الوطني الجزائري، حيث من الصفحة الرسمية لحفيظ الراجي يقول أن جمال بلماضي يتأهب لمغادرة الجزائر دون الرد على مقترح رئيس الاتحاد الجزائري القاضي بفك الارتباط بالديان، ويتراجع عن ترسيم استقالته التي أعلنها في غرف الملابس بشهادة اللاعبين وطاقمه الفني الذي غادر دون إشكال بعد أن وقع أعضاؤه على فسخ العقد بالتراضي، أي أن جمال بلماضي خوتي ما زال مدرب المنتخب الوطني الجزائري لحد الساعة. ما كان حتى استقالة لحد الساعة من جمال بلماضي، وهو راهو حايب يكمل حتى 2026، أي يكمل تصفيات كأس العالم 2026، وإن شاء الله نكونوا من الفرق التي تتأهل للمونديال، وتشوفوا الجزائر في المونديال، يلعب المونديال من بعد يكمل العقد تاعو ويغادر المنتخب الجزائري برأس مرفوع. قال لك: فهل سيلجأ الاتحاد الجزائري إلى ترسيم الاستقالة في حال رفض بلماضي الرد رسميا على العرض الذي تلقاه الخميس الماضي، ورفض الاستجابة للاستدعاء الذي يكون قد تلقاه اليوم؟ الحكمة تقتضي إيجاد مخرج مناسب للطرفين في أسرع وقت وتجنب مزيد من التعقيدات التي حولت الأمر إلى قضية رأي عام. قال لك خوتي هنايا إذا ما حبش جمال بلماضي يستقيل فربما الاتحاد الجزائري يلجأ إلى الفيفا. هذا هو الخبر تاع اليوم خوتي. كجديد رانا نشرة في القناة، تابعونا ببارطاج، تابعونا بأبوني، فعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. واش رايكم في ما قاله حفيظ الراجي خوتي؟ خليوا لنا رأيكم في التعليقات، وشكرا.